ازاي حمايه ال 100 دولار اللي حيلتي من عمليه النصب التاريخيه من اف بي سي؟ اول لما كان معايا ال 100 دولار كان قدامي طريق من اتنين اونلاين. رقم واحد، شركات ومواقع بتدعي ان هي هتشغل لي فلوسي وهتدي لي ارقام خزعبليه عائد على المبلغ اللي انا احطه باقه ب 11000 جنيه، تاخد في اليوم عليها 200 250 جنيه، يعني في الشهر حوالي 6000 جنيه، يعني تقريبا انت في اقل من شهرين هترجع ال 11000 جنيه. طبعا الشركات دي بتلعب على غريزه الطمع اللي موجوده عند البني ادم، وبتعرف ان الغريزه دي لما بتشتغل خلاص التفكير بيقف، لان انت المفروض لو كان حد من الشركات دي اتواصل معاك وانت اتنصب عليك منهم، كان المفروض اول سؤال عقلي ومنطقي تساله تقول له باشا وريني الرخصه بتاعتك، انت مين اللي ادالك رخصه ان انت تاخد مني فلوس وتشغلها؟ دي رقم واحد. رقم اتنين، الطريق التاني المحترم اللي هي الشركات اللي بتقول لك تعالى اعمل ايداع عندي وهعلمك ازاي تشغل فلوسك. عندنا بازكس بترخيص من هيئه الاف اس اي، ودي هيئه رقابه ماليه قويه، ادت رخصه لبازكس ان هي مش تشغل بقى فلوس الناس، لا، ان انت تعمل ايداع عنده، وهو في بازكس بيعلمك ازاي تشغل فلوسك وتكسب، لان هو راجل وسيط. كل انت ما تشغل فلوسك وتكسب كل ما هو بيكسب. ده الفرق بين الشركات النصابه والشركات الحقيقيه.